ريتشارد برانسون اللي هو مؤسس شركة فيرجين، اللي هي شركة رائدة في المجال ديال الموسيقى اللي معروفة. كينوض تقريبا مع 5:30 الصباح كل نهار. كذلك جاك دورسي اللي هو المؤسس ديال تويتر، كينوض في 5 الصباح وكيمارس رياضة الجري وكيتأمل كل نهار. عندنا كذلك ستيف جوب مؤسس ابل اللي هي معروفة، كان كينوض تقريبا في 6:15 ديال الصباح. اذا معروف انه الانتاجيه كتكون اكثر في الصباح بكري. ريتشارد برانسون اللي هو مؤسس شركه فيرجين، اللي هي شركه رائده في المجال ديال الموسيقى اللي معروفه، كينوض تقريبا مع 5:30 الصباح كل نهار. كذلك جاك دورسي اللي هو المؤسس ديال تويتر، كينوض في 5 الصباح وكيمارس رياضه الجري وكيتامل كل نهار. عندنا كذلك ستيف جوب مؤسس ابل اللي هي معروفه، كان كينوض تقريبا في 6